عندي واحد صاحبي حريقة سجاير، دايما بيشرب سجاير. اول ما يتعرض لضغط او اول ما تجيله مشكلة دايما تلاقيه مولع السيجارة وفي بقه سيجارة، يقعد طول النهار يشرب في سجاير لحد لما صحته اتدمرت وما زال مستمر. دايما كلمته قلت له يا ابني ان السجاير دي غلط عليك وهتدمرك. بالعكس هو ما كانش بيسمع النصيحة وكان دايما يقعد يشرب لدرجة انه كان ممكن يحرق كتتين سجاير في اليوم، تخيل. لحد لما جه في يوم ولقى نفسه ان هو مش قادر انه يكمل بالطريقه دي، وان السجاير فعلا ابتدت تتعبه ومش قادر ياخد نفسه. لما بيجي يعمل مجهود، اي مجهود، دايما همدان ومش قادر ياخد نفسه وبيركن كده ومش قادر يعمل حاجه. جه وقال لي انا قررت ان النهارده ابطل سجاير، وخد العلبه الباكيت قطعها ورماها. شايف الموقف ده اللي حصل ده؟ هتقول لي هو عمل كده ازاي؟ اللي حصل ده ان قناعته اتغيرت مجرد ما شاف حاجه الهمته انه قادر انه يتغير. التغيير جوانا واحنا قادرين ان احنا نتغير. التغيير ده بيسمى التغيير اللحظي. انا في لحظه قادر ان انا اتغير واعمل اللي انا عايزه، وفجاه واعمل كل ما اتخيله. طب انا ازاي يبقى عندي التهيؤ او ابقى انا قادر ان انا اوصل للمرحله دي، ان انا اتخيل حاجه كويسه واحلم بحاجه كويسه؟ لازم تقعد مع شخص ملهم، او تقرا كتاب ملهم، او تشوف حد. احيانا بتجيلك لحظه كده، لحظه الهام، لحظه وحي. اللحظه دي اول ما بتجيلك بتلاقي نفسك عايز تتغير دلوقتي. بتشوف فيديو تحفيزي، بتشوف كلام يحفزك. انت مجرد ما بتعمل الحاجه دي بتلاقي نفسك اتغيرت. فالتغيير اللحظي انت قادر عليه. انت قادر انك تبطل سجاير، انت قادر انك تروح الجيم وتكمل فيه، انت قادر انك تخس، انت قادر انك تعمل حاجات كتير. بس انت مستني اللحظه دي. طيب هل انت تفضل مستني اللحظه دي وقتها يجي؟ عمر الوقت المناسب ما هيجي. لازم الوقت المناسب هو اللي انك تاخده دلوقتي. طب فرضا ان انت جالك الوقت المناسب وابتديت زي صاحبنا ده تاخد السيجاره دي وترميها، او تبتدي من اللحظه دي قناعتك تتغير، انت ازاي هتكمل؟ صاحبي ده بعد ما خد القرار بتاعه ده وبعد سنتين من الحوار ده، جه لقيته بيسجر وابتدى ان هو يرجع للسجاير تاني. استغربت وسألت نفسي انت يا ابني عملت كده ليه؟ طبعا هو مش عارف. لكن لما جينا نشوف الاسباب ونقرا ونعرف المصادر ونسال هنا ونسال هنا، عرفت ان السبب كان في انه لما تغير الضغوطات عليه رجع ان هو يحط السيجاره وابتدى يرجع لعادته القديمه. طب ايه اللي خلاه يعمل كده؟ هل الضغوطات بس هي اللي خلته تعمل كده؟ الضغوطات دي هل احنا لو شلناها هيرجع نفس الكلام ياخد قرار ان هو يبطل، ولا هييأس؟ الحقيقه ان انت لما بتجيلك الضغوطات دي انت ما تقدرش تشيلها، لان ظروف الحياه متغيره. مره هتبقى مضغوط، مره مش هتبقى مضغوط، مره هتحصل لك حاجات هترجع لنفس عادتك اللي انت كنت بتعملها قبل كده. انا ازاي استمر في التغيير طويل الامد؟ عن طريق حاجه اسمها التذكير. لازم كل فتره تذكر نفسك بالحاجه اللي خلتك تبطل، او الحاجه اللي خلتك تاخد القرار ده. تيجي كل فترة معينة انت بتحددها، تقول والله انا بطلت السجاير بعد شهر، انا بقالي شهر دلوقتي مبطل سجاير عشان واحد اتنين تلاتة، وتقعد تراجع مع نفسك الاسباب دي وتشوف اضرار السجاير دي، وتشوف فيديو تحفيزي يحفزك انك تبطل، ان السجاير الفوائد اللي انعكست عليك لما بطلت السجاير دي. من كل فترة ومن كل حين لاخر تستمر على وضع انك تبطل. لكن لما تذكر كل نفسك كل فتره بالطريقه دي هتلاقي نفسك في الاخر مستمر انك تقاطع الحاجه دي. انت عدم تذكيرك بيخليك ترجع للنقطه بتاعتك من اول وجديد. عزيمتك في الاول بتبقى كبيره، لكن انت لما ما بتفكرش نفسك كل فتره هتلاقي نفسك اول ما يجي لك دروب هتلاقي نفسك وقعت وانتكست ورجعت من الصفر تاني. طب فايدة التذكير ده ايه تاني غير انه بيفكرك بالحاجات دي؟ فايدة التذكير ده انه بيخلي عندك تخيل، بيزود عندك القدرة على انك تتخيل متعة انك تسيب الحاجة الوحشة دي وتروح لحاجة احسن. بيقولك قد ايه الحاجة الوحشة دي هي وحشة، وقد ايه بتسبب لك ألم، وقد ايه هي ممتعة. انك تبطل مثلا سجاير في موضوع صاحبنا ده، لما تبطلها انعكس على صحتك وابتديت تاخد نفس احسن وابتدى النيكوتين يقل من جسمك. اي نعم انت كنت تعبان في الاول، بس انت العاده دي ابتدت ان هي تبقى احسن معاك. وطبعا انت بعد ما يمر عليك فتره كبيره وتبتدي تنسى الموضوع ده، هتلاقي ان انت نجحت في انك توصل لقناعه جديده، قناعه ايجابيه. القناعه دي هي اللي خلتك تكمل في الطريق وادتك ثقه في نفسك انك تكمل في الطريق.
نفس الموضوع ده بينطبق على واحد عايز يروح الجيم، وشاف فيديو تحفيزي وشاف صحابه بيروحوا الجيم وابتدى ان هو عايز يروح. طب انا ازاي اغير قناعتي دي؟ امتى اروح؟ انا كل مره بكسل، كل مره بكسل اعمل كذا، كل مره بكسل اعمل كذا. انت عامل زي بالظبط اللي بيكسل ده، عامل زي السؤال اللي جه في نكته بيقول لك انت عايز كام دكتور نفسي يحللك نفسيا عشان تصلح اللمبه بتاعتك؟ والجواب بكل بساطه انت عايز دكتور واحد. فتقول لي فاقول لك السبب ليه؟ تقول لي اصل اللمبه المحروقه غاليه، اصل انا ما عنديش وقت اركبها، اصل اللمبه عشان ما اركبها انا محتاج وقت كبير قوي عشان اعملها. كل دي اسباب واهيه. في الحقيقه انت عايز تاخد التغيير اللحظي اللي احنا قلنا عليه في الاول وتستمر عليه. التغيير اللحظي في حاله الجيم مثلا، انت عايز تروح الجيم وتلعب رياضه وتقوي من نفسك، لازم تتخيل انت لما تلعب ان انت اول ما هتبتدي تلبس وتروح، او يعني تبتدي بحاجه بسيطه بكسل تروح تسال، وبعدين تلبس هدومك وتروح وتخصص، مش لازم تخصص، بس انت تروح حصه ولا حصتين، هتلاقي نفسك ابتديت انك ايه، نجحت في اول خطوه. ابتديت تشوف الناس وتتعرف عليهم هناك، ابتدوا يشجعوك، ابتديت انك تروح وتروح وبتفضل تلعب وتتمرن، وتحط قدامك هدف مادي يذكرك باللي انت بتعمله، ايه باللي انت بتعمله. تحط صورة قدامك لحاجة انت عايز تبقى تعملها، هدف مادة اهو يذكرك كل فترة، لان انت كل فترة محتاج حد يذكرك باللي بتعمله ده. فتيجي تبص انت على نفسك بعد 5 6 شهور تلاقي وضعك اتغير تماما، انت جسمك بقى حاجة تانية، انت عندك نشاط، عندك ثقة في نفسك، عندك تحفيز، عندك حاجات كتير بقيت عايز تعملها، مبقاش عندك وقت فراغ. انت ثقتك دي ولياقتك دي خلت الوقت فراغ ده تعمله في حاجات كتير قوي. فشوف انت ازاي التغيير اللحظي ابتدى، وازاي انت استمريت عليه، بانك دايما القناعة دي بتتجدد، اول ما بتشوف حاجة تجدد لك قناعاتك دي. النقطة الثالثة اللي احنا عايزين نتكلم فيها ان احنا مسؤولين عن التغيير ده. محدش من بره هيجي يغيرك، هو ليه تأثير عليك لكن انت لما تتأثر ممكن ما يبقاش ليك رد فعل لانك مش قابل منه حاجة. فانت مسؤول عن التغيير ده. لازم تعرف ان انت لما تاخد قرار انت في نفسك اللي هتتابعه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير يبدأ منك انت. فانت مسؤول في الاول ولا في الاخر عن هذا التغيير، مسؤول انك تتابعه، مسؤول انك تحط لنفسك خطة عشان تمشي عليها، مسؤول انك كل مرة لازم تسمع حد يحفزك انك تعمل الحاجة دي. لازم تبقى عندك القدرة على التخيل ان انت لما تعمل الحاجة دي هتكمل فيها، لان انت في الاول لما تحط على عاتقك انك لازم تكمل في الطريق ده يبقى انت هتكمل. لما ترسم لنفسك الطريق هتمشي عليه، والطريق لما بيترسم على ورق. بحط لنفسي اهداف، الاهداف دي تبقى 1 2 3 الاول، وكل يومين 3 او كل فترة معينة برجع للاهداف دي وازود عليها، لان انت كل ما تزود عليها ثقتك في نفسك بتزيد. ولما قلنا لما ثقتك بتزيد نجاحك بيكتر وبيكبر، ولازم تستمر في هذا النجاح. مسؤوليتك انك تستمر في هذا النجاح، مسؤوليتك انك تغير قناعاتك دي. وكل ما هتنجح في انك تغير قناعة كانت زمان قناعة سلبية بتأثر عليك وبتخليك مش قادر تكمل بقناعة إيجابية، كل ما المسؤولية دي كانت مخلياك عندك ثقة أكبر في نفسك وإنك قادر تنجح في القناعات التانية. يا ريت يا جماعة ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب عشان نكمل ونستمر في فيديوهاتنا دي. وأتمنى إنكم تبقوا مبسوطين معانا في القناة، وتكتبوا لنا في التعليقات هل انت قدرت في يوم انك تاخد قرار بالتغيير واستمريت عليه، وهل القرار انت لما استمريت عليه لقيت نفسك مثلا بتحط لنفسك اهداف عشان تكمل عليها، اهداف مادية ملموسة قدامك عشان تعمل تغيير طويل الامد على قناعتك دي، وهل انت كنت قد المسؤولية وفعلا كملت. اكتبوا لنا في التعليقات على الحاجات اللي حصلت لكم دي، وقولوا لنا نفسكم نتكلم عن ايه قدام تاني، واعملوا لنا لايك وسبسكرايب وشير عشان نستمر.